اهلا بكم في الجولة ال11 من بطولة العالم 2024. اكتر جولة مثيرة في البطولة ما بين الدينج وجوكيش. الاتنين بيسلموا على بعض، الدينج بيدوس على الساعة وجوكيش يقرر ان هو يلعب اول نقلة. تذكير بالنتيجة: اول جولة انتهت بفوز الدينج، تاني جولة انتهت بالتعادل، تالت جولة انتهت بفوز جوكيش، وبعد كده لحد الجولة ال10 كلها انتهت بالتعادل. علشان كده كل واحد معاه 5 نقاط، اول واحد يوصل ل7 نقاط ونص هو اللي هيكسب البطولة. فيلا بينا نروح نشوف ايه اللي حصل في الجولة ال11. جوكيش هو اللي بيلعب بالقطعة البيضاء بتصنيف 2783 ضد الدينج اللي بيلعب بالقطعة السوداء بتصنيف 2728. ويقرر جوكيش في الموقف ده انه يطلع بالحصان في الاف 3. الدينج يروح مكمل ببيدق في الدي 5، فيكمل جوكيش في الموقف ده ويروح طالع بالبيدق في السي 4، وبكده بيلعب افتتاحية ريتا جامبت. اللاعب الاسود هنا قدامه حاجتين يقدر يعمله: ان هو يقبل التضحية وياكل البيدق الموجود في السي 4، او انه يقدم البيدق بتاعه في الدي 4، وبكده هو بيلعب ريتا جامبت ديكلاين، رفض التضحية. يكمل جوكيش ويروح مقدم البيدق في البي 3. الدينج يروح طالع بالبيدق في السي 4، بعد كده جوكيش يروح مقدم البيدق في الاي 3. ودي كانت لحظة التفكير للدينج، فهو قعد في النقلة دي حوالي 25 دقيقة وقرر انه يلعب اخر نقلة من الافتتاحية ويروح طالع بالحصان في الاف 6. طيب ليه الدينج قعد كتير قوي يفكر كده؟ وليه ما اكلش البيدق اللي موجود في الاي 3؟ علشان هو قال بعد اللقاء في اللقاء الصحفي، قال لك ان انا ما حبيتش ان انا اكل البيضه الموجود في الاي 3 وبعد كده اكل البيضه الموجود في البي 4، عشان لو اكلت البيضه هو ياكل بالبيضه وبعد كده ياكل البيضه هو يروح مقدم البيضه في الدي 4 وعنده نقله وزير في الاي 4، تشيك على الملك هات البيضه اللي موجود في البي 4، وهو اللي بيسيطر على الوسط ده وانا اللي هتخلى عن الوسط كلاعب اسود. فعلشان كده هو ما حبش ان هو ياكل البيضه اللي موجود في الاي 3 وقرر انه يطلع بالحصان بتاعه في الاف 6. فيكمل جوكيش ويروح مقدم البيضة في الاي 3. فالدينج يكمل تفكير ويقعد يفكر ويفكر ويفكر كتير جدا، وبعد كده يقرر انه يلعب الفيل بتاعه في جي 4. قعد قد ايه يفكر في النقله دي؟ هو دلوقتي في وقته 57 دقيقه. تمام، هو بادئ الوقت بقد ايه؟ بساعه و60 دقيقه. تمام. جوكيش في وقته هو قد ايه؟ ساعه 59 دقيقه 28 ثانيه. ضيع من وقته بس 32 ثانية تفكير في النقلات. فجوكيش هيستغل ده، هيستغل تضييع الوقت اللي بيعمله الدينج في التفكير في النقلات، وهيبتدي يلعب بسرعة علشان يلخم الدينج في النقلات الجاية. تمام، فهو كده هيضغطه وهيدخله في ضيق وقت وهيوصله لمرحلة ان هو هيحتاج الوقت اللي يقعد يفكر فيها كتير وفي الاخر ما يلاقيش وقت، فيلعب اسرع، يلعب نقلات غلط، فيخسر الجيم. فيلا بينا نشوف اللي هيحصل. المهم ان بعد ما الدينج قرر انه يلعب الفيل بتاعه في الجي 4، جوكيش يروح واكل البيدق، الدينج يروح واكل بالبيدق، بعد كده جوكيش يروح مقدم البيدق بتاعه في الاتش 3، بيهدد انه ياكل الفيل ياكل الحصان، جوكيش يروح واكل الفيل بالوزير، بيهدد انه ياكل البيدق الموجود في البي 7 وبعد كده ياكل الروك. فالدينج يكمل بوزير في السي 6 بيحمي البيدق وبيهدد انه ياكل البيدق الموجود في السي 4. فيكمل جوكيش ويروح مقدم البيدق بتاعه في الدي 3 بيحمي البيدق، الدينج يكمل ببيدق في الاي 5، جوكيش يروح مقدم البيدق بتاعه في البي 5. فيكمل الدينج ويروح طالع بالحصان في الدي 7. فيكمل جوكيش في الموقف ده ويروح مقدم البدء بتاعه في الجي 3. هدف النقلة دي حاجتين: اول حاجة اللي انا انتشر بالفيل بتاعي هنا وهدد الوزير اللي موجود في سي 7، تاني حاجة اللي انا بحضر اللي انا انتشر بالفيل في جي 2 وبعد كده بيت في الخطوات الجاية. فالدينج شايف الافكار دي وما اهتمش وقرر انه يلعب الحصان بتاعه في سي 5. فيكمل جوكيش ويروح طالع بالفيل في جي 2. فيكمل الدينج ويقرر انه يلعب افضل نقله في الشكل ده ويروح راجع بالحصان بتاعه في الدي 7. فالسؤال هنا: ليه نقله الحصان في الدي 7 افضل نقله للاعب الاسود في الموقف ده؟ وليه نقله زي ان هو يقدم البيدق او ينتشر بالفيل وبعد كده يبيت دي ما تكونش احسن النقلات؟ الفكره هنا ان الدينج بيحضر انه يهجم على اللاعب الابيض، فهو لما رجع بالحصان بتاعه في دي 7 بيحضر انه يلعب الحصان في الاي 5 يهدد الوزير الموجود في الاف 3 وبعد كده ياكل البيدق الموجود في الدي 3. تمام. فالمهم ان جوكيش شايف برضو الافكار دي كلها فما اهتمش وقرر انه يبيت. الدينج راح مكمل بحصان في الاي 5 بيهدد انه هياكل الوزير وبيهدد انه هياكل البيدق، فيكمل جوكيش وما يهتمش للبيدق الموجود في دي 3 ويروح طالع بالوزير في الاف 4 وبيقول له كل البيدق. بس الفكره هنا انت ما تقدرش تمد ايدك على البيدق ده، عشان لو مديت ايدك طبعا هتخسر الوزير اللي موجود في السي 7. تمام. فالمهم ان الدينج عارف ده وعارف برضو ان البيدق اللي موجود في الدي 4
متهدد دلوقتي عن طريق الوزير الاسطوري الموجود في الاف 4. فهنا اللاعب الاسود قدامه حاجتين يقدر يعملهم علشان يقدر يحمي البيدق الموجود في الدي 4. اول حاجه هي حاجه دفاعيه، تاني حاجه هي حاجه هجوميه. وطبعا بما ان الدينج راجل دفاعي بحت، فهو قرر يختار الطريقه الدفاعيه ويلعب الروك بتاعه في الدي 8 يحمي البيدق الموجود في الدي 4، ودي افضل نقله. تمام. طيب ايه النقله التانية؟ النقله التانية هي نقله هجوميه شويه. ايه هي؟ اللي انت تتخلى اصلا عن البيدق اللي موجود في الدي 4 وتقدم البيدق بتاعك في الاف 6، علشان هو لما يجي ياكل البيدق اللي في الدي 4 انت ترد عليه بروك. في الدي 8 هات الوزير، الوزير يتحرك في السي 3، تروح واكل البيدق محمي عن طريق الحصان وهات الوزير الموجود في السي 3. تمام. فدي النقلات اللي اللاعب الاسود يقدر يلعبها لو تخلى عن البيدق اللي موجود في الدي 4. فالمهم ان الدينج طبعا قرر انه يلعب الروك بتاعه في الدي 8 بيحمي البيدق اللي موجود في الدي 4، فيكمل جوكيش في الموقف ده ويروح لاعب الروك في الدي 1 بيحمي البيدق اللي في الدي 3. ودي مش احسن نقله، علشان احسن نقله في الموقف ده اللي انت تلعب الحصان بتاعك في الدي 2 وبعد كده تلعب الروك في البي 1 وبعد كده تجهز اللي انت تقدم البيدق في البي 6 تهدد الوزير اللي في السي 7. بس ما علينا، جوكيش قرر انه هيلعب الروك في الدي 1 بيحمي البيدق. يكمل الدنج في الموقف ده ويقرر انه يلعب اول غلطه اسطوريه ليه في الجيم ويروح مقدم البدء بتاعه في جي 6. فالسؤال هنا، ليه نقلة البدء في جي 6 من الدنج غلط في الموقف ده؟ غلط لسببين. اول سبب ان انت كان في نقله احسن، اللي انت تروح مقدم البدء بتاعك في الاي 6، تحضر اللي انت تنتشر بالفيل في الدي 6، تحمي الحصان اللي موجود في الاي 5، تلغي البن الحاصل على الحصان ده، وكمان بتهدد اللي انت تاكل الوزير ده في المستقبل. دي الافكار، وبتحضر كمان انك انت تبيت. ده كله هيتحل لما انت تقدم البدء بتاعك في الاي 6. طيب تقول لي طب ما الدينج قدم البدء بتاعه في جي 6 علشان ينتشر بالفيل بتاعه في جي 7، يحمي الحصان، يحضر انه يبيت واموره طيبه. الفكره هنا ان جوكيش كمل وراح مقدم البدء بتاعه في الاي 4. وتخيل معايا ان انت كلاعب اسود في الموقف ده ما تقدرش تلعب الفيل بتاعك في جي 7، علشان انت لو فكرت ان انت تلعب الفيل في جي 7 هرد عليك بفيل في اس 3، هات الحصان. تقول لي الحصان ده كده كده محمي عن طريق الوزير فما فيش اي مشاكل، انا هرد عليك وابيت. الفكره اللي انا هرد عليك واروح واكل الحصان، انت تاكل بالوزير، ارد عليك واروح واكل البدء الموجود في البي 7. والخطوات الجايه اللي انا ارجع بالفيل في السي 6 واروح لاعب الحصان بتاعي في الدي 2، اجيب الروك بتاعي في البي 1، احمي البدء اللي موجود في البي 5، وخلاص ده بدء اسطوري قدامه 3 خطوات ويترقى. الافكار كلها تتبني على البدء ده، ازاي ارقيه الوزير. تمام. دي الافكار اللي هتبقى عند اللاعب الابيض لو اللاعب الاسود فكر انه يطلع بالفيل. طيب انت تقول لي هنا على فكره اللاعب الاسود مش لازم انه يبيت، هو يقدر يقدم مثلا البدء بتاعه في البي 6. دي برضه غلط، علشان انت لو قدمت البدء بتاعك في البي 6 انت بتتخلى، يعني انت بتسيب مربع السي 6 مش محمي. تمام. فانا دلوقتي هرد عليك واروح واكل الحصان، انت تاكل بالبيضة صح، ارد عليك واروح لاعب الفيل بتاعي في سي 6، تشيك على الملك، تتحرك بالملك بتاعك، ساعتها ارد عليك برضه العب الحصان، العب الروك وهدد اللي انا اقدم البيضة، والملك بتاعك اللي موجود في الاف 8 في مكان سيء جدا. تمام. المهم ان الدينج في الموقف ده قعد يفكر واكتشف ان بعد ما جوكيش قدم البيضة بتاعه في الاف 4 ان النقلة دي غلط، ان النقله دي مش بتساعده ان هو يقدر ينتشر بالفيل، مش بتساعده انه يبيت في الموقف ده. فعشان كده دينج بعد تفكير قرر انه يقدم البدء بتاعه في الاتش 5. فيكمل جوكيش في الموقف ده ويروح مقدم البدء بتاعه في البي 6، بيهدد انه ياكل الوزير اللي موجود في سي 7. فانت تقول لي هنا ليه قدم البدء بتاعه في البي 6 يهدد ان هو ياكل الوزير الموجود في البي 7؟ ليه ما يلعبش الفيل بتاعه في الاس 3 زي ما انت شرحت في النقلات اللي فاتت؟ الفكره كلها ان نقله الاس 3 دلوقتي على فكره افضل نقله للاعب الابيض وتنفع، بس مش نفس النقلات زي الحركه اللي فاتت، يعني مش نفس اللاين زي اللي فات، علشان في حاجه مختلفه هنا بسيطه جدا. ايه هي المختلف؟ اللي انا هرد عليك واروح لاعب الفيل بتاعي في الاتش 6، هات الوزير. وبص هنا الوزير ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان، وما تقدرش تاخد كل الفيل بسبب حمايه الروك، ما تقدرش تتحرك بيه في اي حته، ما فيش غير مكان واحد بس هو الاتش 4، ولو اتحركت بيه فده اسوأ مكان هيخسرك الجيم اصلا. تمام. فاحسن نقله ليك في الموقف ده انك انت تكمل وتروح مقدم البدء بتاعك في البي 6، هات الوزير. لو اكلت البدء ده انت بتسيب الحصان مش محمي، فساعتها هو ياكل الحصان. تمام. طيب تقول لي خلاص انا مش هاكل البيضه، انا اتحرك بالوزير في الدي 6، ساعتها هرد عليك واروح واكل الحصان، انت تاكل بالوزير، اتحرك بالوزير بتاعي
في الاي 4 واحمي الوزير، وانت هنا لحد دلوقتي ما تقدرش تاكل البدأ ده بسبب ان انا هاكل الحصان، فاحسن نقل ليك ان انت ترجع بالحصان. ودي النقلات. طيب تقول لي ليه نقلت الوزير في الاتش 4 نقله غلط؟ علشان انت لو اتحركت بالوزير بتاعك في الاتش 4 ساعتها انا هرد عليك على طول واروح واكل البدأ اللي في الدي 3. فهنا انت تقول لي خلاص انا هكمل مثلا اروح لعب الحصان في الدي 2، ساعتها هرد عليك واروح واكل البدأ الموجود في الاف 2. نقله بريليانت. بضحي بالحصان بتاعي علشان انت لو اكلت الحصان ده ارد عليك بفيل في الاي 3 تشيك على الملك، تتحرك بالملك في الاف 1 ارد عليك واروح مقدم البدأ في جي 5 وبحبس الوزير ده، والوزير ده ما يقدرش يتحرك في اي مكان غير لما يتاكل، وانت بتخسر الوزير بتاعك. فعلشان كده نقلة الوزير في الاتش 4 انك انت تلعبها هتبقى نقلة سيئة جدا للاعب الابيض. فالمهم ان جوكيش في الموقف ده ما حبش ان هو يلعب الفيل بتاعه في الاي 3 دلوقتي، وقرر انه يقدم البدأ في البي 6 علشان لو اكلت البدأ ده اروح انا واكل الحصان. بس الدنج ما اكلش البدأ وراح متحرك بالوزير في الدي 6. رد عليه جوكيش وراح لعب الفيل بتاعه في الاس 3. افضل نقله في الشكل ده ليه؟ علشان هو شايف ان الدنج هيلعب الفيل بتاعه في الاتش 6، وفعلا الدنج راح لعب الفيل في الاتش 6. هات الوزير. طبعا احنا قلنا ما تقدرش تتحرك بالوزير بتاعك عشان الافكار، تمام؟ فايه احسن نقله ليك؟ اللي انت تروح واكل الحصان، تهدد الوزير. الوزير راح اكل الفيل، بعد كده جوكيش راح متحرك بالوزير بتاعه في الاي 6 وحمى الاي 4 وحمى الوزير بتاعه، فيكمل دينج في الموقف ده ويروح راجع بالحصان في السي 6 علشان هو بيحضر في الخطوات الجايه ان هو ياكل البدأ اللي في البي 6. فالمهم ان جوكيش راح مكمل بحصان في الاس 3. الدينج ما ياكلش البدأ على طول ويروح متحرك بالروك في الدي 7، ودي مش احسن نقله. طيب ايه احسن نقله في الموقف ده؟ احسن نقله انك انت تبيت بكل بساطه. تبيت افضل نقله، تمام؟ بس هو ما بيتش وراح لعب الروك في الدي 7، فيكمل جوكيش ويروح لعب الحصان في السي 2. طبعا دي مش احسن نقله عشان انت المفروض كنت تلعب الروك في البي 1 وتحمي البدأ. بس اللي مختلف عن الدينج وجوكيش ان جوكيش بيهاجم، الدينج بيحب يدافع، بيحب يحافظ على القطعه بتاعته، صح؟ بس جوكيش هنا تخلى عن البدأ الموجود في البي 6 علشان يبني افكار هجوميه، فالدينج اكل البدأ. جوكيش رد عليه وراح لعب الروك بتاعه في البي 1. هات الوزير. الوزير راح متحرك، رد عليه جوكيش وراح طلع بالروك في البي 5، بيخطط انه يلعب الروك الثاني في البي 1 وبعد كده يقدر ياكل البدأ اللي في البي 7. فرد عليه الدنج وراح مبيت. رد جوكيش وراح رجع بالحصان في الاي 1. ايه الفكره؟ حصان في البي 3 بعد كده حصان في السي 5، هات الروك اللي موجود في الدي 7. مشوار طويل جدا للحصان، بس دي الفكره اللي بناها جوكيش في دماغه، ودي الفكره اللي هو هيطبقها، تمام؟ فالمهم ان الدنج راح مكمل وراح لعب الروك بتاعه في البي 8، يكمل جوكيش ويروح طالع بالحصان زي ما قلنا بيحضر انه يلعب الحصان بتاعه في السي 5 ويهدد الروك. فهنا ايه احسن نقله للاعب الاسود؟ انه يحرك الروك ده من مكانه في اي مكان، صح؟ يحركه مثلا في الدي 6، دي احسن نقله للاعب الاسود هنا. بس الدنج ما حركش الحصان بتاعه في الدي 6 وقرر انه يقدم البدع في الاي 6. يا ابن المجنونه. فرد عليه جوكيش وراح طلع بالحصان في السي 5، فرد الدنج وراح متحرك بالروك في الاي 6. وده الهدف من تقدمه البدع، اللي انا بعد ما يتهدد لي الحصان اروح انا متحرك بالروك بتاعي في الاي 7. فالمهم جوكيش يكمل ضغط، يكمل هجوم على اللاعب الاسود ويروح لاعب الروك بتاعه في البي 1. هنا بيهدد انه ياكل البدع وساعتها يكسب الوزير او يكسب قطعه. فمثلا لو اللاعب الاسود مثلا تمام نسي ان في تهديد هنا وقرر انه يلعب الفيل مثلا بتاعه في جي 5، ساعتها اللي هيحصل؟ هرد عليك بروك، بهدد الوزير، تاكل بالروك، اروح انا واكل بروك، تتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان اي مكان، هروح واكل الحصان. ما تقدرش تاكل، لو اكلت هاكل بالفيل، تمام؟ وانا هنا بكسبك بقطعه، انا هنا متقدم عليك بقطعه. بس ده مثلا يعني اكيد يعني الدنج شايف التهديد ده، صح؟ اكيد يعني هو مش هيلعب حاجه زي كده، صح ولا ايه؟ تمام. فالمهم ان الدنج هنا في وقته 7 دقايق 41 ثانيه، وزي ما قلنا هو محتاج ان هو يلعب بسرعه جدا، فهو دلوقتي في النقله ال 28 وهو محتاج ان هو يوصل للنقله ال 40 علشان ياخد 30 دقيقه، فهو محتاج ان هو يلعب بسرعه جدا. فقرر الدنج في الموقف ده انه يلعب نقله اسوأ من نقله الفيل اللي في الجي 5 دي اصلا، ويلعب تاني بلندر ليه في الجيم، تاني بلندر اسطوري، تاني بلندر. يعني هو اعتقد ان هو نفسه مش مصدق ان هو لعب نقله زي كده، ويقرر
انه يلعب الوزير بتاعه في السي 8. يا نهار ابيض، وزير في السي 8. الدنج يعني بدون مبالغه هو لعب النقله في السي 8 اللي يعني هو مسك الوزير كده، لعب الوزير كده في السي 8، وبعد كده راح حاطط ايده على وشه، وبعد كده حاول ان هو ما يبينش ان هو غلط. يعني هو حاول بص كده في البتاع في البورد، وفضل يعمل كده ان هو حاول مش عاوز يبين اي مشاعر علشان جوكيش ما يحسش ان انا عملت نقله غلط. عارف انت الحوار ده؟ بس جوكيش نط من على الكرسي بتاعه اصلا. جوكيش فرد جسمه، بص كده، ايه ده؟ في ايه؟ في حاجه غلط؟ هو ده فعلا بجد؟ هو فعلا عمل بلندر في السيت؟ وبعد كده فضل يفكر، وبعد كده على طول يعني فرحه مش سايعاه، وقرر انه ياكل الحصان الموجود في سي 6. Let's go! That's a. It's What? It's plus four! It's plus four! Let's go! Queen C6. It's a blunder! Alright. وزي ما انت شفتوا، اول لما الدنج شاف نقله الوزير في سي 6 كتب النقله، قرر انه يسلم على جوكيش ويستسلم في الموقف ده، وجوكيش هو اللي يكسب الجوله ال11. طيب ليه نقله الوزير في السي 8 غلط؟ علشان جوكيش رد عليه بافضل نقله واكل الحصان. فاللاعب الاسود هنا قدامه 3 حاجات يقدر يعملهم. اول حاجه ان هو ياكل وزير بوزير، ساعتها رد عليك واكل بالفيل، تاكل بالبيضه، اكل الروك، متقدم عليك بقطعه، متقدم عليك بروك. طيب ايه تاني حاجه؟ تاني حاجه في الموقف ده انك انت ما تاكلش الوزير وتاكل بالبيضه، ساعتها رد عليك بالروك، ما تقدرش تتحرك بالوزير بتاعك في اي مكان بسبب البن، فتاكل انت الروك، ساعتها اروح انا واكل بالروك وانا متقدم عليك برضو بقطعه. طيب تالت حاجه تقدر تعملها اللي انت تسيب الوضع كما هو عليه، ولا تاكل بالبيضه ولا تاكل بالوزير، وتتحرك بالوزير بتاعك، ساعتها ارد عليك واروح واكل البيضه الموجود في البي 7. هتاكل بالروك، اروح انا واكل بالروك، وانت تاكل بالروك، اروح انا واكل بالوزير واكسر قطع، وانا هنا متقدم عليك بقطع. انا هنا الاحسن، انا هنا اللي هكسبك. فعشان كده الدنج اول لما شاف نقلة الوزير في السي 6 قرر انه يستسلم في الموقف ده. بس طبعا انا دلوقتي بنزل حلقة متأخر قوي، تمام؟ ليه بقى؟ ليه؟ عشان دلوقتي جيت صور الحلقة، تمام؟ فبشغل الكاميرا، لقيتها فاصلة شحن، رحت رايح حطيتها على الشاحن، قعدت ساعة تشحن. تمام. بعد كده رحت حطيتها تاني علشان اصور، فصورت، خلصت الحلقة. يعني انا فضلت اشرح لحد ما وصلت للحتة دي، تمام؟ نسيت ايه بقى؟ نسيت في لقطة، في لازم اسجل الشاشة ريكورد، فاهم؟ فيديو علشان تظهر، عشان احط الكام كده والبورد كده، تمام؟ انا ما صورتش البورد، انا ما شغلتش البرنامج اللي بيعمل سكرين ريكورد للبتاع ده، للشاشة، تمام؟ فبعد ما خلصت طبعا اكتشفت ان انا ما سجلتش، ما كنتش اتعشيت اصلا. انا مش عارف بحكي لكم ليه الحوار ده، بس انا محبط قوي. انا قعدت علشان اصور الحلقه دي، انا قاعد 5 ساعات بحاول اصورها، والله العظيم. الكاميرا، اللاب فصل، الريكورد ده ما اشتغلش، جيت اصور اظبط الوضعيه مش هتظبط، الاضاءه مش كويسه، يا نهار ابيض. بس ما علينا، انا هحاول على قد ما اقدر، اللي انا برضو حاولت على قد ما اقدر الحمد لله ان انا اصورها وصورتها، مع انها تنزل لكم الساعه 12 بتوقيت مصر. طبعا انا في الامارات دلوقتي، فهي دلوقتي هتنزل لكم بتوقيت الساعه 2 بالليل. ف خير الحمد لله. بس كده نكون وصلنا. لا، قبل ما نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اسمه ايه دوت، جوكيش معاه في وقته دلوقتي، معاه عدد النقاط بتاعته 6 نقط، تمام؟ الدنج معاه كام؟ معاه 5. فاول واحد هيوصل زي ما قلنا في اول حلقه، اول واحد هيوصل ل7.5 نقطه هو اللي هيكسب البطوله، تمام؟ فالمهم دلوقتي انت محتاج كام نقطه علشان تكسب البطوله؟ 7.5. فانا دلوقتي جوكيش لو كسب الجوله الجايه وتعادل الجوله اللي بعديها ياخد البطوله، تمام؟ جوكيش اتعادل في ال3 جولات الجايين هياخد البطوله، تمام؟ طبعا الحل الوحيد للدنج ان هو يحاول على قد ما يقدر انه يكسب اي جوله من ال3، لازم يكسب، لازم. فالدنج هيخش كده، عارف انت، كل الاسلحه، كل التحضيرات اللي هو كان، انا مش عارف اصلا هو كان محضر ولا لا، يعني صراحه اداؤه مش كويس خالص في البطوله، هو دفاعي بحت. ف يعني هو عامل زي بتروسيان، ماشي هو دفاعي يا عم، بس هو مش محضر. انا مش عارف هل هو اصلا محضر ان هو يعرف يهاجم ولا لا. يعني دي برضو، انا عارف الدنيا على فكره سفاح يا جدعان،
قبل بطولة العالم دي كنت بشوف الدنج فيه كمية تضحيات بيلعبها رهيبة. بس الفكرة كلها لو انت بعيد عن الشطرنج وما حضرتش كويس ومش يعني مش جوه اللعبة، ما بتلعبش بطولات كتير وكده زي ما عمل الدنج قعد. يعني هو قبل بطولة العالم دي دخل بطولتين بس لعبهم تمام، وقعد حوالي سنة ونص ما بيلعبش اي حاجة، ما لمسش اصلا البورد. ففكرة ان انت تبعد وترجع تاني دي اسوأ حاجة في الدنيا. وفي ظل برضو ان هو اصلا سنه 30 سنة او حاجة و30، وجوكيش في 18 سنة، وباين على الاداء. جوكيش بيلعب بسرعة جدا، الدنج بيلعب ببطء جدا. جوكيش بيلعب واثق من نفسه مش عاوز يتعادل، دينج هو اللي عاوز يتعادل وخايف من البطولة. فربنا يستر. انا بتمنى طبعا الصراحة، انا عاوز الدينج هو اللي يكسب البطولة دي اصلا. بتمنى ان الدينج يقدر يتألق في اي جولة من الثلاثة ويتعادل ويعمل لنا زي ريال مدريد كده او الاهلي، ومثلا يجي في اخر جولة ويكسب يا بتضحية وزير مثلا. خير المهم. المهم كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.